بيراميدز يفاوض حمدي فتحي نجم النادي الأهلي السابق، وحلف يمين عظيم أبدا إن أنا لا أرد القلم للنادي الأهلي. زي ما أنا طلعت لكم من شوية وقلت لكم إن في مفاوضات حقيقية من النادي الأهلي لوليد الكرتي، لأحمد سامي نجم الدفاع، لمحمد حمدي خليفة علي معلول. فجالك نادي بيراميدز قال لا انا اخذ حقي. الجزء الثاني عقوبات قاسية على نادي الزمالك من اتحاد كورة مهلهل وضعيف وسبب الفتنة في مصر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم سعداء جمهور نادي الزمالك العظيم، جمهور النادي الأهلي العظيم، في مبادرة على صفحتي على الماشي وعلى صفحتي معتز هاشم البديلة، مبادرة لا للتعصب الكروي، مبادرة أهلاوي زملكاوي إخوات. وأنا باخد شتايم يعني من الناس وأنت منافق وأنت كذا. طيب الله يسامحكم، وإن شاء الله أنا مكمل في المبادرة دي. معلش أول طريق الحق صعب، بس بعد كده الدنيا بتسهل. طيب قلنا في مفاوضات مع لعيبة نادي بيراميدز من قبل النادي الأهلي، وقلت لك الخبر ده من شوية قبل أي حد، ولله الحمد، الحمد لله، وطلع الخبر صحيح. وكل ده المواقع وكل المنصات على الفيسبوك طلعت قالت نفس الخبر بتاعي. طيب فبالتالي جاء الرد سريعا من نادي بيراميدز اللي هو مبوظ وهيبوظ شكل مصر، مش معاه غير يا نادي الاهلي يا نادي الزمالك. طب ما تتصرف، ما تجيب لعيبه من بره. طب ما تجيب لعيبه. طب ما انت ما انت محل وبتجيب بلاتي توريه وبتجيب وليد الكارتي، ولي وجيب لعيبتك من بره. بلاش اسلوب ان انت معاك فلوس وان انت قادر وان انت مش عارف ايه. الضغط ده على الفرق المصريه، الفرق المصريه فيها اللي مكفيها. فرح فاوض حمدي فتحي ورفع قيمة التفاوض ل 6 مليون دولار. 6 مليون دولار. 6 مليون دولار. حمدي فتحي ماشي من النادي الأهلي ب3.5. قال لك أنا أجيبك ب6 مليون دولار وهتاخد فلوسك بالدولار مش بالمصري. بيراميدز هيعلي وخرب الدنيا، وخرب الدنيا في مصر بشكل عام. طيب لايك وشير وصلي على سيدك النبي عشان الفيديو ما يطولش. عقوبات قاسية على نادي الزمالك من قبل اتحاد العار، اتحاد المهلهل، اسمه كده اتحاد المهلهل. اسمع يا سيدي، عقوبات مباراة بيراميدز والزمالك عن الجولة الأولى. عقوبات بيراميدز: ايقاف فيليب بيريز مدرب فريق بيراميدز لمدة 4 مباريات وتوقيع غرامة قدرها 20,000 جنيه، وذلك لطرده بسبب توجيه السباب للمنافس. طب انا عايز اقول لك هو اللي ابتدى. اسمع الجملة دي عشان هيترتب عليها كلام. هو اللي ابتدى. عقوبات نادي الزمالك: ايقاف علاء الدين محمد رجب مدرب احمال فريق الزمالك 4 مباريات وتوقيع غرامة مالية وقيمتها 20,000 جنيه، وذلك لطرده بسبب سب المنافس. 4 مباريات. جايلك والله جايلك اللي انت بتقول يا حسين يا شحات. سامعك، انا سامعك، اصبر. ايقاف مدحت عبد الهادي مدرب فريق الزمالك 2 مباراتين وتوقيع غرامة مالية وقدرها 20,000 جنيه، وذلك بسبب السلوك الغير رياضي. انا معاك اللي هو قام وفتح صدره وقام دخل يتعرك هناك او يتخانق على حسب اللغة بتاعتك، قام عشان خاطر يتخانق، بس هم اللي بدوا بالشتايم. بس برضو الرد الفعل غلط، الغلط غلط والصح صح. توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 20,000 جنيه، وذلك للاستباب الجماعي من الجماهير. حلو، اربط على هنا. هبتدي من حيث انتهيت بسبب سب الجماهير. طيب
يا اعمى يا اطرش يا سبب الفتنه في مصر، ما سمعتش جمهور المصري وجمهور الاهلي وهم شغالين طحن في بعض وشتايم، وكل شويه على التلفزيون على المباشر يقطعوا لك صوت الجماهير؟ ما سمعتش؟ ما غرمتش النادي الاهلي ولا غرمت النادي المصري؟ مش معاك غير الزمالك يا اتحاد العار. لو سالت اي اهلاوي واي زملكاوي عن اتحاد الكوره محدش عاجبه، محدش عاجبه. طيب هم دول مين اللي بيحميهم؟ دول مين اللي بيسندهم؟ يبقى كده غرم نادي الزمالك بسبب الجماهير اللي هتفت وشبه وثبت نادي بيراميدز. وانا مش مع اي حد يشتم، انا مش مع اي حد يشتم، لا مع الاهلي ولا مع الزمالك، انا مش مع اي حد يشتم، بس عشان اكون واضح وصريح معه. بالنسبه لي عقوبة حسين الشحات ايقاف علاء الدين محمد رجب مدرب احمال فريق الزمالك 4 مباريات. طيب بالنسبة لي حسين الشحات اللي سب الدين يا مؤمن، سب الدين، اصحى كده وصلي كده على سيدك النبي ووحد الله في قلبك، وحد الله في قلبك. ده راجل سب الدين، كلنا سمعنا سب الدين، ماليش دعوه بالقلم، ماليش دعوه بالقلم، هو والشيبي يستفيض، ماليش دعوه يا سيدي. انا ليا دعوه بالدين عشان الدين مش بتاعه هو، الدين مش حكر عليه، الدين بتاعنا كلنا. طيب حسين الشحات اللي سب الدين وتوقف ماتشين، ولا مدرب الاحمال اللي هو شتم برضه ويستاهل بس ما يستاهلش 4 ماتشات، ما يستاهلش 4 ماتشات. طيب مشيها وقارنها، طب خليه الراجل ده سب الدين، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، هتدي له كام ماتش عشان خاطر بيلعب في نادي الزمالك؟ هتعدمه. دمتم سعداء جمهور النادي الاهلي والزمالك، اشوفكم على خير في الفيديو القادم، وحسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم.